إياكي تحوشي فلوسك. أيوة سمعتي صح، إياكي تحوشي فلوسك. تخيلي إنك من 5 سنين حطيتي 100,000 جنيه في البنك وانتي فرحانة إن أخيرا بقى عندك مبلغ محترم محفوظ ومتصان، وكل شهر بتشوفي كشف الحساب وتحسي بالأمان. النهاردة نفس المبلغ ده 100,000 جنيه يقدر يشتري إيه بالظبط؟ هل يقدر يشتري نفس الحاجات اللي كان يقدر يشتريها من 5 سنين؟ الإجابة للأسف لا. 100,000 جنيه اللي كانت تكفي تشتري عربية مستعملة محترمة من 5 سنين النهاردة بالعافية تشتري ربع عربية مستعملة. 100,000 جنيه اللي كانت تكفي توضبي بيها شقة صغيرة من 5 سنين النهاردة بالعافية تفرشي أوضة. وده معناه إن فلوسك رغم إنها نفس الرقم إلا إن قيمتها الحقيقية قلت. ده اسمه التضخم، والتضخم ده هو اللي بياكل فلوسك وانتي مش حاسة. أنا ريهام وكنت زيك بالظبط، كنت فاكرة إن التحويش في البنك هو الطريقة الأمنة للحفاظ على فلوسي، لحد ما اكتشفت إن الأمان ده وهم، وإن فلوسي بتقل قيمتها كل يوم. النهاردة هتعرفي إيه هو التضخم، إزاي بيأثر على فلوسك، وإزاي تحمي نفسك منه، وإزاي تخلي التضخم يشتغل لحسابك مش على حسابك. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وإزاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. قبل ما نتكلم عن التضخم عايزة أحكي لك عن حاجة حصلت لي شخصيا، وأكيد كتير مننا حصل له حاجة شبه كده برضو. من 2019 كنت متعودة أني ببدأ يومي بكوباية قهوة مع 3 تمرات وشوية مكسرات. ده كان روتين الصباح بتاعي، وكان بند معقول جدا بالنسبة لميزانيتي. من يناير اللي فات بدأت ألاحظ أن معظم ميزانية الأكل بتاعتي بقت رايحة على المكسرات. حسيت أن في حاجة غريبة، مش معقول المكسرات تاخد كل الميزانية دي. قعدت أراجع التطبيق اللي بسجل عليه مصاريفي، وشفت مفاجأة صعبة. أسعار المكسرات حرفيا اتضربت في 4.5. الحاجة اللي كانت ب300 جنيه بقت ب1400 جنيه في أقل من 5 سنين. واللي خلاني أحس بالصدمة أكتر إني اكتشفت إن ده مش بس مع المكسرات، ده في كل حاجة: الأكل، المواصلات، الكتب، اللبس، مستحضرات العناية بالبشرة، كل حاجة. وده تأثير التضخم، واللي مش بيفهم التضخم فلوسه بتقل قيمتها كل يوم وهو مش حاسس. التضخم ببساطة هو زيادة الأسعار مع الوقت. يعني الحاجة اللي كنت بتشتريها ب10 جنيه من سنة النهاردة ب15 جنيه، وممكن السنة الجاية تبقى ب20. بس التضخم مش مجرد زيادة أسعار، التضخم هو قلة قيمة الفلوس نفسها، أو بمعنى أصح قدرتها الشرائية. تخيلي إن الجنيه زي الآيس كريم، لو سبتيه في الشمس هيدوب. التضخم هو الشمس، وفلوسك هي الآيس كريم. كل يوم بيعدي فلوسك بتدوب شوية، رغم إن الرقم في الحساب هو بس قيمتها الحقيقية بتقل. وده اللي بيحصل لكل الفلوس اللي محطوطة في البنك في حساب جاري أو توفير بفايدة قليلة، أو تحت البلاطة، أو في أي مكان مش بيديلك عائد أعلى من معدل التضخم. إيه هو معدل التضخم في مصر؟ متوسط معدل التضخم في مصر على مدار أكتر من 60 سنة فاتت كان حوالي 10-15% سنويا. يعني فلوسك بتقل قيمتها كل سنة بنسبة من 10-15%، ومؤخرا وصل لفوق 30%. يعني فلوسك بتخسر حوالي تلت قيمتها كل سنة. عشان كده بقولك إياكي تحوشي فلوسك من غير ما تستثمريها. قبل ما نتكلم عن الحلول مهم نفهم ليه التضخم بيحصل عشان نقدر نتعامل معاه صح. التضخم بيحصل لأسباب كتيرة، منها زيادة الطلب وقلة المعروض. لو الناس عايزة تشتري تفاح أكتر من التفاح المتاح هيزيد سعر التفاح. كمان زيادة تكلفة الإنتاج، لو أسعار البنزين زادت هيزيد سعر المواصلات، وهيزيد سعر نقل البضائع، وهيزيد سعر كل حاجة. ولما البنوك المركزية بتطبع فلوس كتير هتزيد كمية الفلوس في السوق، مع إن البضاعة المعروضة ما زادتش، فهتقل قيمة كل جنيه. وطبعا العوامل الخارجية زي الحروب والأزمات العالمية وتغير أسعار الدولار، كل ده بيأثر على الأسعار. والمهم إنك تعرفي إن التضخم مش حاجة سلبية طول الوقت. التضخم بمعدل معقول ضروري عشان عجلة الاقتصاد تتحرك لقدام. لو مفيش تضخم الناس مش هتشتري أي حاجة كبيرة، هتستنى الأسعار ترخص أكتر، وده هيخلي الاقتصاد يقف. التضخم هو اللي بيخلي الناس تشتري الحاجة دلوقتي وما تستناش، وده بيحرك عجلة الاقتصاد.
إلى جانب إن التضخم هو نفسه اللي بيخلي استثماراتنا تحقق أرباح. المشكلة مش في التضخم، المشكلة إننا مش بنحمي فلوسنا منه. في أخطاء شائعة الناس بتعملها وقت زيادة معدلات التضخم وبتخلي الأوضاع تبقى أسوأ، زي الشراء بذعر. ناس كتير وقت التضخم بيحاولوا يشتروا حاجات أكتر ويخزنوها عشان خايفين تمنها يغلى أكتر. المشكلة إن ده بيخلي الأسعار تعلى أكتر، لأن زيادة الطلب بيزود الأسعار. الخطأ التاني هو توقف ناس كتير عن الاستثمار لما بيشوفوا التضخم، بيخافوا يستثمروا ويحطوا فلوسهم في البنك، وده أسوأ قرار لأن فلوسهم بتقل قيمتها كل يوم. وكمان بنلاقي التركيز بقى على الأسعار فقط. ناس كتير بتركز على إن الأسعار بتزيد وتنسى إن أرباح الاستثمارات كمان بتزيد مع الوقت. المهم مش الأسعار، المهم النسبة بين دخلك والأسعار. الخطأ الرابع هو عدم التخطيط. ناس كتير بتتعامل مع التضخم كأنه مفاجأة، رغم إن التضخم متوقع ومستمر. وأخيرا الاعتماد على الفلوس النقدية أو الكاش. ناس كتير بتفتكر إن الفلوس النقدية آمنة وتنسى إن قيمتها بتقل كل يوم. الحل مش إنك تتجنبي التضخم، الحل إنك تتعاملي معاه صح. دلوقتي خلينا نتكلم عن الحلول العملية. الحل الأول، كوني مستثمرة مش مستهلكة. بدل ما تشتري حاجات أكتر، استثمري في حاجات تزيد قيمتها مع الوقت. الأسهم، السندات، الذهب، العقارات، كل دي استثمارات بتزيد قيمتها مع التضخم. وهنتكلم عن الدور اللي ممكن يلعبوا كل نوع فيهم ومعدلات أرباحهم وإمتى نستخدمهم في حلقات جاية كتير. الحل التاني، استثمري في نفسك. اتعلمي مهارات جديدة، خدي كورسات، طوري من شغلك عشان دخلك يزيد مع الوقت. الحل التالت، نوعي مصادر دخلك. ما تعتمديش على مصدر دخل واحد، نوعي مصادر دخلك عشان لو مصدر قل يكون عندك مصادر تانية. الحل الرابع، استثمري في أوعية بعائد أعلى من التضخم. أي مدخرات عندك لازم تحتفظي بيها في أوعية استثمارية معدلات أرباحها أعلى من متوسط معدل التضخم السنوي. يعني لو معدل التضخم 15%، لازم استثمارك يديلك عائد أعلى من 15%. الحل الخامس، استثمري في أصول حقيقية زي الذهب والعقارات والأسهم. دي أصول حقيقية قيمتها بتزيد مع التضخم. الحل السادس، خططي للمستقبل. التضخم مستمر فلازم تخططي له مش تتفاجئي بيه. خلينا نشوف مثال عملي. سارة عندها 30 سنة، بتشتغل مهندسة، مرتبها 15,000 جنيه شهريا. من سنتين كان مرتبها يكفي عيشة محترمة، بس دلوقتي بتحس ان نفس المرتب مش مكفي. المشكلة سارة كانت بتحط فلوسها في البنك وكانت بتتعامل مع التضخم بانها تقلل مصاريفها. والحل، سارة قررت تغير منهجها. اولا استثمرت في نفسها وخدت كورس إدارة مشاريع وقدرت تزود مرتبها ل20,000 جنيه. ثانيا بدأت شغل فريلانس، فبدأت تعمل استشارات هندسية في وقت فراغها وبقى عندها مصدر دخل إضافي 3000 جنيه شهريا. ثالثا استثمرت مدخراتها، بدل ما تحطها في البنك حطتها في محفظة استثمارية بعائد 35% سنويا. رابعا نوعت استثماراتها، استثمرت في الذهب والأسهم وشهادات الاستثمار. النتيجة بعد سنة واحدة، سارة مش بس حمت فلوسها من التضخم لكن كمان زودت ثروتها. دلوقتي بتقول التضخم علمني ان اكون اذكى ماليا مش بس اشتكي من الاسعار. طيب ازاي تتعاملي مع التضخم بذكاء؟ ما تخافيش من التضخم. التضخم جزء طبيعي من الاقتصاد، المهم انك تتعاملي معاه صح. فكري على المدى البعيد، التضخم مش حاجة مؤقتة، ده اتجاه عام، فخططي له على المدى الطويل. استثمري في المعرفة. كل فلوس تصرفيها على التعلم وتنمية نفسك هتديلك عائد اعلى من اي استثمار تاني. تابعي المؤشرات، اتعلمي تتابعي معدلات التضخم ومعدلات الفايدة عشان تاخدي قرارات صح، وتقدري تعملي ده بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، وهسيبلك الرابط بتاعه في وصف الحلقة. كمان نوعي استثماراتك، ما تحطيش كل البيض في سلة واحدة. نوعي استثماراتك عشان تقللي المخاطر، وخليكي متابعانا عشان تعرفي ازاي توزعي استثماراتك على الأوعية المختلفة في حلقاتنا الجاية. اتعاملي مع التضخم كفرصة. التضخم بيخلي الأصول الحقيقية تزيد قيمتها، فاستغلي الفرصة. خططي للطوارئ. التضخم ممكن يزيد فجأة، فلازم يكون عندك خطة للطوارئ. وأخيرا اتعلمي من التجارب، اتعلمي من اللي حصل مع ناس تانية وازاي يتعاملوا مع التضخم. تحدي الأسبوع ده بسيط جدا، مش محتاج وقت كتير، بس هيفرق معاكي جدا. الخطوة الأولى، احسبي معدل التضخم الشخصي. طلعي فواتير السنة اللي فاتت أو افتكري كام كان سعر 3 حاجات أساسية في حياتك من سنة.
مثلا الأكل، المواصلات، فاتورة الموبايل. احسبي زادت بنسبة كام، اطرحي مصاريف السنة اللي فاتت من مصاريف السنة دي، واقسمي الناتج على مصاريف السنة اللي فاتت، وبعدين اضربي الرقم اللي هيطلع لك في 100. دي هتكون نسبة التضخم الشخصي بتاعتك. الخطوة التانية، احسبي عائد فلوسك. طلعي كشف حساب البنك وشوفي كام العائد اللي بتاخديه على فلوسك أو استثماراتك. الخطوة التالتة، قارني العائد بمعدل التضخم. لو عائد فلوسك أقل من معدل التضخم يبقى فلوسك بتقل قيمتها. الخطوة الرابعة، دوري على بدائل، دوري على أوعية استثمارية بعائد أعلى من معدل التضخم. الخطوة الخامسة، خدي قرار، حولي جزء من فلوسك ولو جزء صغير لوعاء استثماري أحسن. الخطوة السادسة، اتعلمي مهارة جديدة، ابدأي كورس أو اتعلمي مهارة تقدري تزودي بيها دخلك. الخطوة السابعة، سجلي النتائج، اكتبي كل اللي عملتيه عشان تتابعي تقدمك. المطلوب منك مش انك تعملي كل ده في يوم واحد، المطلوب انك تبدأي النهاردة بخطوة واحدة. لو الحلقة دي فادتك وعرفتي ازاي تحمي فلوسك من التضخم، ابعتيها لواحدة تعرفيها بتحط فلوسها في البنك وخلاص. التضخم مش مجرد مصطلح اقتصادي، ده حاجة بتأثر على حياتك كل يوم، وكل ما تتعلمي تتعاملي معاه أحسن كل ما حياتك هتبقى أسهل. ولو حابة تشاركي تجربتك أو عندك سؤال محتاجة إجابة عليه في حلقة جاية، ابعتلنا على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. ولو عجبك البودكاست سيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه، ده هيساعد ستات وبنات تانية يلاقوا المحتوى ده ويبدأوا يحموا فلوسهم من التضخم. التضخم مش عدوك، التضخم جزء من الحياة. الخطر الحقيقي هو إنك تتجاهليه وتسيبي فلوسك تدوب كل يوم. كل يوم بيعدي من غير ما تحمي فلوسك هو يوم خسارة، وما تخليش ده يكون مجرد حماس لحظي. ابدأي من النهاردة، خدي خطوة واحدة ولو صغيرة لحماية فلوسك من التضخم، واستنيني الأسبوع الجاي وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.